اولى اعدادي سؤال الخريطه بيخضك في الامتحان، هقولك ازاي تضمن درجته ويكون اسهل سؤال عندك. هبداها معاك من الاول قوي. هتذاكرها ازاي؟ اول حاجه ونصيحه مني، اطبع خرايط افريقيا صماء حبه كتير كده عندك في البيت، وابدا وزع الاماكن بايدك. صدقني هتاخد منك وقت، لكن هتوفر عليك ان انت عمال تحفظ وتنسى وتحفظ وتنسى. تاني حاجه بقى يا حلو، ما تذاكرش الخرايط كلها مره واحده، لا، امسك درس درس بخرايطه وثبتها الاول. اما بقى تالت حاجه، وانت بتحل السؤال في الامتحان، شوف السؤال عايز منك ايه. ساعات يجي يقولك اكتب مدلول الرقم، يعني انا مشاور لك على رقم على الخريطه وعايز اعرف اسمه ايه، ودي اغلب الخرايط بتيجي كده. وساعات يجي يقولك اكتب لي الرقم اللي انا قايل لك عليه شويه معلومات، فهو يقولك شويه تفاصيل ويقولك ها بقى الكلمتين اللي انا قايلهم دول بيشاوروا على رقم ايه في الخريطه. فخد بالك السؤال عايز منك ايه. اكتب دلوقتي في السيرش مراجعه دراسات الخطه اولى اعدادي، وهتلاقي مراجعه فيها شرح لكل الخرايط اللي في المنهج، وهعرفك تريكات تخليك تحل سؤال الخريطه بمنتهى البساطه وتضمن درجته كمان.